السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده القسم الأول من حكاية مينج، ويلا بينا نبدأ الحكاية. حكايتنا مع مانر اللي بيتدرب وسط المية في الجو والتلج، وبيقول لنفسه وهو متلج انه سمع ان لو حد نجح في زراعة الجسم هو هيقدر يكون قوي جدا، بس برضه تدريب الزراعة في المية المتلجة هيكون تأثيرها ضار جدا على مانر لو فضل مستمر لفترة طويلة. بس بيقول مانر انه مش هيوصل لل20 وهيموت، وبيقرر انه هيستحمل التدريب طالما هيقدر يبقى اقوى علشان ينتقم لامه وابوه. وبيرجع مانر للبيت، بس كل اللي هناك بيفضلوا يتريقوا عليه ويقولوا انه فاشل ولازم يتصرف على انه شخص فاشل ويعيش من غير ما يعمل اي حاجة وكفاية يتنفس بس. وبيكون مانر من عيلة هي، ودي عشيرة مهمة في اقليم تاون، وانه منتمي لفرع من العشيرة دي، وحياته كانت كويسة في الماضي. لكن لما بقى عنده 10 سنين اهله استهزأوا ببعض الشخصيات المهمة في مدينة اوراق الكويكب فاتقتلوا، وعلشان كده هو بيتدرب كتير في الزراعة علشان ينتقم لاهله. وبيفضل يتدرب مانر جامد قوي لدرجة انه بتخلي الناس شايفينه عبقري. وقبل سنة ونص كان مانر أقوى واحد في جيل شباب عشيرة يي، وكانوا كلهم حاقدين عليه. وبتروح واحدة لزينين تقوله لو الموضوع فضل مستمر فمانر هيبقى أفضل واحد في الشباب خلال شهر واحد وفي الأراضي الخضراء. وبيستجم مانر وبيفضل يفكر هيكون قوي ازاي لأنه لسه ضعيف قوي علشان يقدر ينتقم. وبيبص جنبه فبيلاقي فجأة عشب التنين الأحمر، والعشب دي عزيزي المشاهد لو أخدها مانر مع كمان قوة الشمس فهو هيبقى قوي جدا. وبياخدها مانر وبيروح للبيت علشان يزرعها كويس، ولكن الفرحة عمرها قصير عزيزي المشاهد علشان بيشوف مانر زينين قدامه. وبيقول له زينين على فين كده مستعجل ليه؟ فبيقول له مانر انت بتعمل ايه هنا؟ فزينين بيقول له انه بقى مشهور في الوقت الاخير والناس كلهم بيقولوا له انه هيقلبه ويسيطر على جيل الشباب في العشيرة. فبيقول له مانر لا اوعى تصدق دي كلها اشاعات. فبيقول له زينين دي جد؟ طب ايه رأيك نخلص الموضوع ده دلوقتي؟ فبيتصدم مانر وبيلاقي عصابة قدامه وهوبا بيهجموا عليه بيكسروه، وكمان بيسرق من مانر عشبة التنين الأحمر. بس ده مش هيخلي مانر يستسلم وبيقرر يكون أقوى. وبيرجع مانر بيته وبيكسر الباب وبيدخل يلاقي شينغو جوه، واللي بيتريق عليه وبيقوله انه لازم يعرف قيمته وان كل ده مش هيساعده في حاجة. وبيشتم منه وبيقوله يلا علشان تاكل اكنه بيكلم حيوان، وبيفضل يستفز فيه. وبيكون سانر كمان موجود وبيسأله مانر إذا كانت فكرة بواقي الأكل دي كانت فكرته هو. وبيكون الطبق في إيد مانر وفجأة بيغفل سانر وبيلبس الطبق في وشه. بيفضل سانر يصيح وشي وبيتألم. فبيروح مانر ويكمل عليه ويقول له ازاي انت تعمل معايا كده، وهوبا بيضربه تاني لحد ما بيبقى شبه الكتكوت الغرقان. فبيتكلم شيونغ وبيقول لمانر انت ازاي تتجرأ وتضربه قدامي؟ فبيقول شيونغ لنفسه ان حتى بعد ما اهل مانر اتقتلوا وزينين قطع اورته هو برضه مش عايز يستسلم وبيقرر ينسحب، والشتيمة بالنسبة له هتبقى احسن يعني من انه يموت. وبيقول لمانر استنى وهتشوف زينين هيعمل فيك ايه لانك ضربت الخادم بتاعه. وبيكون سانر منهار اصلا بعد العلقة اللي خدها، وبيكون مانر جعان فبيقرر يطلع يشتري اكل. وبعد ما بيطلع من البيت بيقابل راجل عجوز وبينادى عليه الشخص ده وبيقول له سمعت انك عايز تكون اقوى، وبيعرض عليه انه يقدر يخليه قوي وقادر ينتقم لو هو عايز ده. فبيقول له مانر ما انت لو قوي كده ايه اللي جايبك المكان ده علشان تشحت؟ فبيقول له العجوز ان دي هواية عنده، بس الناس اللي زي مانر وانقطعت اورتهم هم اللي هيشحتوا الاكل بعد كده. اضرب. فبيستغرب مانر انه عارف كل ده من غير ما يسأله حاجة، وبيقول له العجوز انه يروح يقابله بالليل اما يظهر القمر وانه وقتها هيوريه حاجة كبيرة. وبيفضل مانر يفكر ويسأل نفسه اذا كان العجوز ده هيقدر يساعده ولا لا، بس بيقول ان ده مش مهم وان ما عندوش حاجة يخسرها كده كده. وبيقابل مانر العجوز وبيقول له انه يمشي وراه، وبيفضلوا ماشيين في الغابة اللي بتكون غرقانة تلج، ومانر سقعان جدا وهو ماشي وبيترعش مانر من البرد. وبيسأل العجوز هم هيعملوا ايه في الجبال اللي رايحين لها، لكن بيقول العجوز انه يسكت ويبطل اسئلة ويكمل طريقه. وبيفضلوا مكملين طريقهم في التلج لحد ما بيوصلوا لقمة الجبل. وبيتكلم العجوز معاه وبيقول له ان قبل ما اوردته تتقطع كانت قوته ظهرت. فبيقول له مانر انه كان قال له انه هيخليه يشوف قدره وانه عايز يفهم معنى ده. فبنلاقي العجوز
العجوز فجأة بقى بيتكلم جد وبيقول له هخلي جسمك يحتل العالم، وإن ده ممكن يكون قدره، وبيطلع من جواه وهوب بيربطها في راس مينر. مينر بيفضل يسأله أنت بتعمل إيه يا عم أنت؟ لكن فجأة بيلاقي طاقة غريبة في جسمه وإنه مش عارف يتحرك، وبيتحول العجوز لراجل شرير وبيقول لمينر طالما أنا أخدت جسمك فهقول لك الحقيقة. وبيقول له العجوز إنه كان جنرال في أسرة فينش، بس مجموعة أعداء هاجموه وخسر عيلته وبيته اتحرق، وإنه بعدها هرب لمكان تاني وبالصدفة كسب الفن القديم من التناسخ لجسم تاني واسمه فن يهوى جيمو، وإنه جرب يستخدم المهارات دي علشان ياخد اسم تلميذ من الطائفة السماوية، وإنه قعد 30 سنة لحد ما قدر يكون رئيس الطائفة السماوية. بس ده ما كانش كفاية بالنسبة للعجوز، وكان جواه رغبة شديدة للانتقام، فسرق الكنوز الثلاثة العظيمة من طائفة السماء، لكن قديسين الطائفة فضلوا يجروا وراه وكان هيتقتل. وفي آخر لحظة شاف متسول بيموت على الطريق فاضطر إنه ياخد جسمه، وإنه من الوقت ده مستني جسمه مناسب علشان ياخده. وطبعا كلنا عارفين إنه كده اختار مينر، وبيقول له مينر إنه على الله حكايته وكمان أورته اتقطعت وكده مش هيكون مناسب، فبيقول له العجوز ما تقلقش ده هيكون جسمي أنا مش جسمك. وبيطلع من معاه ازاي، وبيقول له ان جواها حبوب نادرة اسمها حبوب نزف هتساعده في العملية دي، وان اثر الدواء ده جامد جدا وهيغير تأسيس جسمه كله وهيكون عبقري بعد ما بياخد جسم مينر. فبيزعق منه وبيقول له انه هيدفع تمن كل ده، لكن العجوز بيقول له في الارض دي ما حدش هيقدر يعيش غير القوي، وانه لازم ينوم نفسه لانه ضعيف. وبيطلع الحبوب من الازازة وبيقول لمينر انه مش هيقدر ياخدها زي العلاج العادي، وانه لازم يفتح قلبه ويحط الحبوب دي جواه علشان تندمج مع دمه وطاقته. بس اوعى تخاف مش هتموت. طبعا بيزعق مع مين وبيقول له انت مجنون ازاي مش هموت بعد ما تفتح قلبي، وبيقول له انه لازم يسيبه وانه هيدخل الجحيم حتف. لكن من دون اي مقدمات بيروح العجوز وهوب بيدخل الحبوب لقلب مينر، وبتظهر طاقة جامدة جدا في المكان، وبتدخل الحباية وبتستقر في قلب مينر وبتنتشر الطاقة في كل جسمه. فبيقول له العجوز يلا بينا على المرحلة التانية علشان الأولى نجحت خلاص. وبيروح عن مينر ويقرب من جسمه، وفجأة بيقع العجوز ويخبط في الأرض وبتفتح عيون مينر، وبنلاقي إن الجنرال اتنقل لجسمه ولقاه أحسن من توقعاته بكتير. وبعد ما بيتنقل الجنرال لجسم مينر وبيفرح بده بيحس بحركة في إيده، وبيقول إنه ما كانش متوقع إن مينر هيكون عنده رغبة في البقاء وتكون قوية أوي كده، وبيبقى قلقان إنه ما يقدرش يدمر روح مينر في فترة قصيرة، لكن بيقول لنفسه سيبك من كل ده دلوقتي ولازم نربط العباية الذهبية الإلهية بجسمه الأول، وإنه قدامه بعد كده وقت طويل يبقى يتصرف مع روح مينر فيه. وبيطلع العباية الذهبية وبيبدأ يحط عليها من دمه، فبتبدأ تظهر بشكلها قدامه وبيبقى مبهور، وبيقول هي دي العباية اللي بيتكلموا عنها وإنها تستحق تكون مشهورة. وبتنتشر العباية على جسم مينر، وبيقول لنفسه إنه فضل 30 سنة يحضر في ده فهو يستحق كل القوة اللي هياخدها. وبتقول له العباية إنها اتحققت من بنية جسم مينر، وكمان بتكون موجات الروح ماشية بشكل منتظم، وتضحية كل الدم نجحت خلاص وكده حقق كل اللي عايزه. فبيتفاجئ الجنرال من الصوت ده وبيسأل إذا كانت روح محسوسة فعلا، وبيسمع بعدها إن في رزو خارجي للروح وهيحصل تدمير حالا. فبيفضل الجنرال يقول إن هو سيدها وهو اللي عملها، لكن العباية بتقوله إن الشخص اللي قدم نفسه وضحى بدمه كان سيدها وما كانش هو. طبعا بتعصب الجنرال لأنه كده بغفل، وبيقول لها انه فضل 30 سنة شغال علشان يقدر يوصل للعباية، وبيصرخ وبيقول لها لازم تقف. لكن بتظهر طاقة كبيرة جدا في المكان كله وبينهار جسم مينر، وبيفتح بعدها مينر عينه وبيلاقي نفسه رجع تاني. وبيفضل يسأل نفسه هو ليه العجوز كان عايز ياخد جسمه وازاي بقى عايش لحد دلوقتي. وبيقوم مينر لكنه بيسمع صوت بينادى عليه، فبيقلق منه وبيسأل مين. فبتظهر قدامه روح صغيرة وبتقوله انها الروح المحسوسة للعباية الذهبية الإلهية وان اسمها هو بيمينج. وبتقوله بيمينج ان كل أداة فنون قتالية ليها روح محسوسة عايشة جواها، وإن هم يقدروا يساعدوا المستخدم بتاعهم بشكل كبير. طبعا بيكون مينر لسه مش مستوعب وبيسألها راح فين الراجل المتسول، فبتقوله إنه ربط العباية في جسمه وما كانش عارف إن في روح في العباية دي علشان كده اتدمر.
فبيتفاجئ مينج إنها قتلته، وبيتبسط من قدرة العباية دي وبيشوفها كنز فعلا. وبتقول بيمينج إنها اتعملت على إيد سكاي رومر في بداية الزمان، وده كان شخص مهم جدا، وإنه أما كان بيعملها استخدم روح فنون القتال كأساس ليها، وكمان حط فيها خصلة من إرادة الإله وخصلة من القدر، وخلصوا من لغز المصير. وترابيزات بلياردو وبنج عزيزي المستمع، وإنه بعد كل ده فضل يدور في العوالم الثلاثة على 49 نوع من المواد النادرة، شكله صارف ومكلف، وإنه فضل 3000 سنة يعمل فيها. لا بسيطة خالص. طبعا مينوس مش بيكون مصدق كل ده، ومش مصدق ان الكنز ده موجود فعلا. فبتقول له بيمينج ان في العصور القديمة اي شخص كان معاه العباية دي كان قادر يحقق حاجات كتير، وان مينوس قادر ياخد البركة لبناء الاساس علشان موهبته مش عادية، وان كمان مع ارشادها هو هيكون قوي.